السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا بكم في حلقة جديدة وخبر جديد. محافظ الطائف قبل مواجهة النصر أعشق الزمالك. حرص الأمير سعود بن نهار ابن سعود محافظ الطائف على زيارة بعثة الزمالك قبل مواجهة النصر السعودي بعد غد الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري مجموعات كأس الملك سليمان للأندية الأبطال البطولة العربية. والتقى محافظ الطائف بلاعبي الفريق والجهاز الفني، وكان في استقباله جمال عبد الحميد عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة، وخالد لطيف أمين الصندوق، وعلاء مجلد عضو المجلس. وقال ابن سعود أن الزمالك نادي كبير له شعبيته وبطولاته، وأنه من عشاق الزمالك وحريص على متابعة مبارياته، وشدد على جميع إمكانيات المحافظة في خدمة البعثة، متمنيا التوفيق للفريق خلال مشواره في البطولة العربية. وبكده يكون انتهى الخبر. اتمنى ان اعجابكم، ما تنسوش تعملوا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.